ازيكم طلاب تانية ثانوي؟ معكم مستر احمد الشاذلي مدرس فلسفه وعلم النفس. باذن الله تعالى النهارده هنراجع مع بعض منهج علم النفس لمراجعه شهر اكتوبر. هنراجع مع بعض اول 3 دروس علم نفس اللي هو نشأة علم النفس وتعريفه، وبعد كده ايه تعريف علم النفس واهميته، والدرس الثاني مجالات علم النفس. وهنراجع مع بعض في علم الاجتماع تعريف علم الاجتماع واهميته، رواد علم الاجتماع، مناهج علم الاجتماع. طبعا احنا مش هنشرح من الملزمه، هنكتب الاول وبعد كده نبتدي نمشي مع بعض خطوه خطوه ونحل مع بعض برضو باذن الله اذا امكن في الفيديو يبقى الوقت كويس معانا. اول حاجه هنبتدي مع بعض فيها ايه هي علم النفس. علم النفس لما جم عرفوه قسموه عندنا لتعريفين: تعريف لغوي وعندي تعريف اصطلاحي. تعال لما نمشي مع بعض خطوه خطوه. ايه هو التعريف اللغوي لعلم النفس؟ قال لك علم النفس عندنا هي كلمه يونانيه. حلو. اسمها ايه؟ قال لك كلمه يونانيه عندنا اسمها سايكولوجي. يعني ايه سايكولوجي يا مستر احمد؟ سايكولوجي عندنا بتنقسم ل3. سايكو، انا اسف، بينقسم عندي ل2. اول حاجه عندنا سايكو، تاني حاجه عندي لوجوس. سايكو عندنا معناها نفس وروح وعقل، ولوجوس يعني علم. اذا علم النفس ايه؟ قال لك اذا علم النفس قال لك هو علم دراسة النفس والروح والعقل. ده كده عندنا من حيث المعنى الايه؟ اللغوي. يبقى المعنى اللغوي لعلم النفس قال لك كلمة يونانية اسمها ايه؟ سايكولوجي. سايكو يعني نفس وروح وعقل، ولوجوس يعني علم. اذا علم النفس عندنا هو علم دراسة النفس والروح والعقل. ايه هو المعنى الاصطلاحي لعلم النفس؟ قال لك المعنى الاصطلاحي لعلم النفس قال لك ايه هو؟ قال لك هو الدراسة العلمية. يعني ايه بقى؟ هنعرف يعني ايه دراسة علمية، بس استنى عليا. قال لك للسلوك الإنساني. الدراسة العلمية للسلوك الايه؟ الإنساني والحيواني، ردا، بص حطيتها لك بين قوسين اهي، على مختلف المثيرات. يبقى تعالى كده تاني. قال لك المعنى الاصطلاحي لعلم النفس قال لك ده هو دراسه ايه؟ علميه. دراسه ايه؟ علميه. لمين؟ قال لك دراسه علميه عندنا لايه؟ قال لك دراسه علميه عندي للسلوك. اول حاجه نمسكها ادي كلمه سلوك الانساني والحيواني ردا على مختلف المثيرات. هنا بقى دلوقتي انا عندي كلام كتير لازم اعرف. اول حاجه عندي اولا هي ايه الدراسه العلميه دي يا مستر احمد؟ يعني ايه الدراسه العلميه؟ بص يا سيدي الفاضل، صلي لي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا دلوقتي جاي لي مريض وليكن جاي لي في عياده نفسيه ومحتاج ان انا ابتدي ان انا اشخص الحاله بتاعته. هل المريض ده اول ما يجي يخش عليا انا بعرف هو عنده ايه من شكله؟ لا طبعا. ببتدي ان انا اقعد معاه وابتدي ان انا اتكلم معاه، اعرف ايه هو اللي بيعاني منه، ايه هي الامراض اللي بيشتكي منها، وببتدي ان انا اشخص المعلومات. معنى كده ان انا بوصل لمعلومه ولا باكد على معلومه؟ لا، انا كده بوصل لمعلومه. دي كده عندنا في علم النفس اسمها ايه؟ اسمها دراسه علميه. يبقى ايه هي الدراسه العلميه؟ قال لك ان الدراسه العلميه عندنا هي اسلوب الوصول للمعلومات وليس تأكيد المعلومات. اسلوب الوصول للمعلومات وليس تأكيد الايه؟ المعلومات. يبقى الدراسة العلمية قال لك عندنا هي اسلوب الوصول للمعلومات وليس تأكيد الايه؟ المعلومات. يبقى انا كده اول حاجة خلصتها عندي ايه هي الدراسة العلمية. طيب بعد كده ايه هو السلوك ده؟ بص بقى يا باشا، يعني ايه سلوك؟ مستر والله انا شايف ان من وجهة نظري ان السلوك ده فعل. طيب انا دلوقتي الباب خبط، الباب لما يجي يخبط او الموبايل لما يجي يرن ده كده عندنا اسمه مثير.
حاجه بتجذب الانسان. فانا المفروض ان انا هعمل ايه؟ امشي معايا بالترتيب. المفروض ان انا همشي واروح اشوف التليفون وبعد كده هرد. قال لك المشي او الفعل اللي انت بتعمله عشان الاستجابه اللي هو الرد ده كده اسمه سلوك. يبقى السلوك قال لك هو كل ما يصدر عن الانسان من ايه؟ قال لك من استجابات. طيب السلوك عندي او الاستجابات عندي بتنقسم لنوعين. قال لك سلوكيات داخليه وعندي سلوك خارجي. ايه السلوك الداخلي وايه هو السلوك الخارجي؟ قال لك السلوك الداخلي لا يمكن ملاحظته. ازاي؟ انا دلوقتي جيت سألتك سؤال، السؤال ده مثير فانت بتفكر في السؤال، التفكير ده سلوك، فانت اديتني اجابه دي اسمها استجابه. طب هل التفكير ده اللي انت عملته دلوقتي التفكير ده امور داخليه ولا خارجيه؟ داخليه، عشان كده قال لك لا يمكن ملاحظتها زي التفكير. تمام؟ طب ايه هي السلوكيات الخارجيه؟ قال لك السلوك الخارجي يمكن ملاحظته. زي ايه يا مستر احمد؟ زي الضحك. زي ايه كمان؟ زي البكاء. دي كلها عندنا اسمها سلوكيات. طيب يبقى احنا خدنا تاني حاجه عندنا بعد ايه هي الدراسه العلميه. قلنا هو الدراسه العلميه عندنا اسلوب الوصول للمعلومات وليس تاكيد المعلومات. وقلنا السلوك ده كل ما يصدر عن الانسان من استجابات وعرفنا انواعه. يعني ايه بقى الاول بقى يا مستر؟ المثير. بص يا سيدي الفاضل، المثير عندنا ركز كده. يعني ايه المثيرات؟ او ممكن يجي يقول لك اسمها المثيرات او ممكن يجي يقول لك اسمها منبهات. قال لك ان المثير عندي هو كل ما يثير ويغير من نشاط الكائن الحي. اي حاجه بتثير وتغير من نشاطي كانسان. زي الباب لما خبط ده مثير. طيب هيسيبني زي ما انا ولا هيحركني؟ لا هيحركني. فقال لك دلوقتي طب انا بطني وجعاني، ده مثير، هعمل ايه؟ هروح ادور على دواء. تمام؟ يبقى المثير عندي ده كل ما يثير ويغير من نشاط الكائن الحي وما يسيبوش زي ما هو. المثير عندي بينقسم لنوعين. عندي مثيرات داخلية وعندي مثيرات خارجية. المثير الداخلي قال لك هو، لا عايزين لون مختلف كده، ثواني ادي الاسود. المثير الداخلي هو كل ما يثير الانسان من الداخل. اي حاجة بتحصل لك من جواك، اي حاجة بتحصل من داخل الانسان. طب المثيرات الداخلية بتنقسم عندي لكم نوع؟ قال لك 2. قال لك عندي مثيرات داخلية فسيولوجية، وهنعرف يعني ايه فسيولوجية، ونفسية. بص يا سيدي الفاضل، بص يا حموكش، المثير الداخلي الفسيولوجي. يعني ايه فسيولوجي؟ يعني عضوي اهي. يعني اي حاجه بتثير الانسان من جوه من الاعضاء. يعني وليكن مثلا زي لما يجي يقول لك تقلصات عضلات المعده اثناء الجوع. هل ده مثير داخلي ولا خارجي؟ لا ده داخلي. نوعه ايه؟ نوعه فسيولوجي عضوي. طيب ايه هو النفسي؟ المثيرات الخارجيه ولا داخليه؟ لا داخليه. نفسيه. يعني ايه نفسيه؟ النفسيه زي العوامل زي الزعل، الفرح، الخوف. النفسيه زي لما يجي يقول لك زي الخوف الذي يدفع الى الهرب. ده كده عندي اسمها مثيرات ايه؟ داخليه، نوعها نفسيه. طب ايه هي المثيرات الخارجيه؟ قال لك كل ما يثير الانسان من الخارج. اي حاجه بتثير الانسان وبتجذبه بس من بره. بتنقسم عندي النوعين: طبيعيه
مادية واجتماعية. يعني ايه طبيعية مادية؟ يعني أي حاجة ممكن تثير الإنسان بس الطبيعة اللي مسؤولة عنها. زي إيه؟ زي لما أجي أقول لك زلزال، زي لما أجي أقول لك بركان، زي لما أجي أقول لك فيضان، سيول، أعاصير، أمطار. دي كلها مثيرات بتحرك الإنسان، بس من جوه ولا من بره؟ من بره. فدي اسمها مثيرات إيه؟ خارجية طبيعية، الطبيعة اللي بتعملها مش أنا. طيب مثيرات اجتماعية، حاجة بتحصل من المجتمع، زي مثلا الالتقاء بصديق بعد فترة غياب. لما اجي التقي بصديق بعد غياب، ده كده صديقي ده مثير داخلي ولا خارجي؟ خارجي. نوعه طبيعي ولا اجتماعي؟ اجتماعي. لكن دلوقتي بيحصل امطار بره، الامطار دلوقتي دي هتغير مني، هقوم اشوف، هقوم اطمن ايه اللي بيحصل. الامطار ده مثيرات داخليه ولا خارجيه؟ خارجيه. طبيعيه ولا اجتماعيه؟ طبيعيه. بطني وجعاني فهدور على دواء او هدور على اكل، ده مثيرات داخليه ولا خارجيه؟ داخليه. نوعها طبيعيه ولا اجتماعيه؟ لا ده يا مستر ولا طبيعيه ولا اجتماعيه عشان دي داخليه. فسيولوجيه ولا نفسيه؟ فسيولوجيه. زعلان، الزعل ده مثير داخلي ولا خارجي؟ داخلي. فسيولوجي ولا نفسي؟ نفسي. بعد كده هخش على حاجه مهمه لسه قايلين عليها. ايه هي بقى؟ الاستجابه. يعني ايه رد؟ يعني استجابه. طيب انا دلوقتي حصل مثير وعملت سلوك هيؤدي لايه؟ للاستجابه. يبقى ايه هي الاستجابه؟ قال لك الاستجابه عندي هو نشاط يقوم به الكائن الحي نتيجة لمثير يثيره أو منبه ينبهه. يبقى هنا دلوقتي الاستجابة دي نشاطات الإنسان بيقوم بيها. قال لك بيقوم بيها الكائن الحي. ليه؟ نتيجة إن في مثير أثاره أو في منبه نبهه. زي إيه مثلا؟ زي مثلا لما يجي يحصل تراب يدخل في عيني، ده مثير، هغمض عيني، ده كده اسمه استجابة. تمام؟ حد نده عليا، ده مثير، هرد عليه، ده استجابة. طيب قال لي هو نشاط يقوم به الكائن الحي. ايه هي انواع الانشطه؟ قال لك دلوقتي عندي حاجه اسمها الانشطه الانسانيه. ايه يا عم احمد الانشطه الانسانيه دي؟ الانشطه الانسانيه عندي بتنقسم لثلاثه. عندي نشاط اسمه نشاط عقلي، وعندي نشاط اسمه نشاط انفعالي، وعندي نشاط اسمه نشاط اجتماعي حركي. الأنشطة العقلية ممكن نيجي نقول زي التعلم، زي التفكير، زي الإدراك، زي الفهم، زي الذكاء. دي كلها عندنا اسمها أنشطة إيه؟ عقلية. الأنشطة الانفعالية قال لك والله زي الفرح، الحزن ربنا يبعده، الغضب، الغيرة، عارفة الغيرة؟ البكاء. دي كلها اسمها أنشطة إيه؟ انفعالية. الأنشطة الاجتماعية الحركية ممكن الاتنين يبقى مع بعض أو ممكن كل واحد يبقى لوحده، زي اللعب، زي الكتابة. دي كلها اسمها أنشطة حركية واجتماعية. اللعب ده حركي واجتماعي. بعد كده هنخش على جزئية سهلة جدا بتتكلم عن أهمية علم النفس. بص يا سيدي، أهمية علم النفس عندي بتنقسم لثلاثة. أول حاجة فهم السلوك الإنساني وتفسيره. تاني حاجة توقع السلوك والتنبؤ به. تالت حاجة ضبط السلوك
والتحكم فيه. تعالى بقى لما افهمك حاجه. اول حاجه عندي هي فهم السلوك وتفسيره. انا دلوقتي قاعد في الحصه، لقيت طالب اسمه محمد قاعد مركز معايا كويس جدا جدا جدا. فانا فسرت من كده ان محمد ده طالب مجتهد، تمام، طالب مركز، طالب شاطر، قاعد بيكتب كل كلمه انا بقولها. فانا عملت ايه دلوقتي؟ انا عملت حاجه اسمها فهم السلوك الانساني وايه؟ وتفسيره. فانا قلت ان باذن الله محمد ده المره الجايه هيجيب درجه عاليه قوي. ده كده اسمه توقع السلوك والتنبؤ ايه؟ به. رحت المره اللي بعدها لقيت محمد جاب درجه وحشه خالص. قعدت اقول له مالك يا محمد، انت ايه الدرجه اللي انت جبتها دي؟ انا كنت متوقع ليك ان انت تجيب درجه اعلى. قال لي والله يا مستر سامحني، كان عندي مشاكل كتير في البيت. فانا قعدت بقى معاه واتكلم، قلت له يا محمد حاول تفصل المشاكل الاسريه عن الامور الدراسيه. بدات ان انا اعمل ايه لمحمد؟ بدات ان انا اعمل له حاجه اسمها ضبط السلوك والتحكم ايه فيه. يبقى هنا دلوقتي لما يجي يقول لك اي من اهميه التفكير يزيد من عمليه التعلم، انهي حاجه بتزود عمليه التعلم؟ هتبقى ايه؟ ضبط السلوك والتحكم ايه فيه. تعالى بقى لما نشوف الكلام ده مع بعض في الملزمه. ده كده عندنا. تعالى بص بقى ايه هو المعنى الاصطلاحي للنفس. قال لك هو الدراسه العلميه، قال لك لكل جوانب السلوك الانساني والحيواني ردا على مختلف المثيرات. التعريف اللغوي لعلم النفس قال لك كلمه يونانيه اسمها ايه؟ قال لك اسمها سايكولوجي. سايكو يعني نفس وروح وعقل، ولوجوس يعني العلم. بعد كده هننزل مع بعض هنمسك كلمه كلمه في التعريف. يعني ايه الدراسه العلميه؟ قال لك الدراسه العلميه هي اسلوب الوصول للمعلومات وليس تاكيد المعلومات. قال لك عندنا تعريفات استرشاديه، هو اسلوب منظم في جمع المعلومات الموثوقه وتدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات. انزل معايا وشوف الباقي. بعد كده هنخش مع بعض ايه هو السلوك. قال لك ان السلوك هو كل ما يصدر عن الانسان من استجابات ردا على مختلف المثيرات او المنبهات. قال لك عندي دلوقتي ويتكون السلوك من مجموعه من الاستجابات. يعني السلوك عندي ليه مجموعه من الاستجابات. ايه هي الاستجابات اللي موجوده عندي في السلوك؟ قال لك عندي نوعين من السلوك. عندي السلوكيات القابله للملاحظه والظواهر القابله للملاحظه الغير مباشره. قال لي عندنا زي ايه؟ التهتهه، دي سلوكيات ممكن اشوفها. افراز العرق، ابتلال السرير، الافعال القهريه كلمس شخص لاعمده النور اثناء سيره في الطريق، العنف. قال لك دلوقتي عندنا التاني دلوقتي زي ايه؟ قال لك الحاجات اللي مش ينفع يلاحظها زي الصداع، الهموم، الخوف، الوجع، دي كلها امور ايه؟ داخليه. ايه هو المثير؟ قال لك اي عامل داخلي او خارجي ماله يثير ويغير من نشاط الكائن الحي. عندي مثال يتوقف سائق التاكسي عند رؤيته للضوء الاحمر في اشاره المرور، الضوء المثير. طبعا الضوء ده هيبقى المثير. انزل معايا كده. عندنا نوعين من المثيرات. عندي مثيرات داخليه بتنقسم لنوعين، فسيولوجيه ونفسيه. الفسيولوجيه قال لك عندي زي ايه؟ زي انخفاض مستوى السكر في الدم، ده كده امور عضويه. انخفاض افراز الغدد الدرقيه. طيب قال لك نفسيه زي الخوف الطفل من الاماكن المظلمه، القلق من الامتحان، دي كلها امور ايه؟ نفسيه. انزل معايا. ايه هي بقى المثيرات الخارجيه؟ عندي مثيرات خارجيه ماديه طبيعيه، وعندي مثيرات خارجيه اجتماعيه. ماديه طبيعيه زي ايه؟ رؤيه دخان كثيف، سماع الرعد في السماء، دي كلها حاجات طبيعيه مش انا اللي بعملها. اجتماعيه زي سماع خبر عن وفاه شخص قريب او عزيز نتيجه لحادث، سماع خبر نجاح اخوك في الثانويه العامه، عقبالكم كده يا رب، دي كلها مثيرات خارجيه نوعها اجتماعيه. بعد كده عندنا ايه هي الاستجابه؟ الاستجابه اي نشاط يقوم به الكائن الحي لموقف يواجهه او منبه ينبهه، زي تناول الطعام ده استجابه لدافع الجوع. قال لك الهرب ده استجابه لدافع الخوف، الضيق ده استجابه لدافع الايه؟ شيء يؤلم الانسان او انفعالات بتاذيه. بعد كده قال لك مثال
الرد على صديق ينادي عليك تعتبر استجابة مثلا. تناول برشام مسكن ده استجابة لألم الأسنان. بعد كده نخش مع بعض على الأنشطة الإنسانية. إيه هي الأنشطة الإنسانية؟ عندي أنشطة اسمها أنشطة عقلية معرفية زي التفكير، الإبداع، التذكر، التعلم، الانتباه. عندي أنشطة انفعالية زي الفرح، الحزن، الحب، الخوف، الغضب، الغيرة، البكاء، دي كلها أنشطة انفعالية. أنشطة اجتماعية والحركية عندي زي اللعب، التعاون، العدوان، المشي، الكتابة، الانبساط، الانطواء، دي كلها أنشطة اجتماعية. بعد كده نخش على أهداف علم النفس. أول هدف عندي من أهداف علم النفس عندي حاجة اسمها فهم السلوك الإنساني وتفسيره. إيه يا عم أحمد فهم السلوك الإنساني وتفسيره ده؟ قال لك هو الإحاطة الشاملة بجميع جوانب السلوك بهدف وصفه وصفا دقيقا. زي إيه؟ قال لك والله دلوقتي دافع ركوب السيارة، أنا لقيت أخويا نازل بيركب العربية، فابتدي إن أنا أخمن والله ده ممكن يبقى رايح المدرسة، ممكن خارج، قال لك ممكن هيروح يزور حد من قرايبنا. انا لحد دلوقتي ما اعرفش حاجه، ده اسمه فهم السلوك. انا فهمت سلوك ركوب العربيه. بعد كده عندي حاجه اسمها توقع السلوك والتنبؤ به. فين توقع السلوك والتنبؤ به؟ اهي. هو توقع مسبق بان فرد معين سيسلك بطريقه محدده في ظل توافر ظروف معينه. انا دلوقتي ما بقدرش اتوقع غير لما بفهم السلوك. قال لك لو أن سلوك الطالب يتسم بالمثابرة، يعني طالب شاطر والذكاء المرتفع، فيمكن أن نتوقع لهذا الطالب مستقبل مرموق، يبقى ده اسمه توقع السلوك. بعد كده هنخش على التنبؤ بالسلوك، خلصناه. ضبط السلوك والتحكم فيه هو ضبط الظروف التي تحدث ظاهرة معينة وتتحكم فيه. قال لك بشكل يحقق الوصول للهدف معين. تمام؟ مثال، لو علمنا ان طالب لديه ميول نحو ماده العلوم، لو انا عرفت ان انت بتحب ماده علم النفس، فانا هبتدي ان انا اقول لك ايه، تعالى في كتب ممكن تقراها اكتر هتنمي مهاراتك اكتر، تقدر تخليك تقفلها. يبقى انا بدات ان انا اعمل لك ضبط للسلوك والتحكم فيه. تعالى لما نكمل مع بعض الدرس الثاني لعلم النفس. الدرس الثاني ده بقى من اهم الدروس عندنا في علم النفس، اللي بيتكلم عن نشأة علم النفس. بص يا مستر، هو الدرس الثاني ده المفروض اللي هو ترتيبه عندك في كتاب الدرس الاول، بس انا حبيت ابتدي بالدرس الثاني كالتعريف عشان ابتدي اعرفك وانا بشرح يعني ايه مثير ويعني ايه استجابه ويعني ايه الكلام ده كله. نشأة علم النفس. بص يا سيدي الفاضل، وصلي لي على النبي الاول. نشأة علم النفس اول حاجه بيقولها لك، بيقول لك ان علم النفس علم حديث نسبيا، يعني العلم ده مش مقطوع من شجرة، هو حديث بس ماله؟ قال لك ولكن له جذور قديمة. جذوره القديمة دي بترجع لإيه؟ قال لك بترجع عندي البلدين، بلاد الشرق وعندي بلاد الغرب. بلاد الشرق عندي اتنين، الفرس والهند. وبلاد الغرب عندي اللي هي بلاد اليونان، عندي الثلاثة اللي انت تعرفهم من السنة اللي فاتت، اللي هم مين؟ اللي هم سقراط وأفلاطون ومين كمان؟ وأرسطو. طيب مستر أحمد دي النشأة القديمة، أما لو هو نشأ حديثا إمتى؟ قال لك ولكن نشأ حديثا فين؟ في الربع الأخير من القرن ال19. طب التاريخ ده بيدل على إيه؟ قال لك وهذا التاريخ يدل على البداية الحقيقية للدراسة العلمية للسلوك الإنساني. يعني معنى كده يا مستر أحمد، معنى كده إن الراجل بيقول لك إن هم بدأوا يدرسوا الإنسان دراسة علمية من أول الربع الأخير من القرن ال19.
يعني قبل كده ما كانوش بيدرسوه بطريقه علميه، امال كانوا بيدرسوه ازاي؟ كان عندهم تفسيرات خرافيه شويه، يعني ما كانش عندهم حاجه تفسيرات نفسيه او امراض نفسيه، كان بيربطوا ان الامراض النفسيه دي بيربطوها بالمس والسحر وحاجات غريبه، لكن هم بداوا يدرسوا السلوك الانساني دراسه علميه في الربع الاخير من القرن الكام؟ ال19. تعالى بقى بعد كده لما نتكلم عن مراحل نشأة علم النفس. علم النفس هو بينشأ مر عندي ب3 مراحل. أول مرحلة عندنا اسمها المرحلة الفلسفية. ممكن يا سيدي الفاضل يجي يقول لك اسمها الفلسفية أو بلاد الإغريق أو مرحلة بلاد اليونان أو فلاسفة اليونان. تعالى لما نجيب لون مختلف كده جميل ونعرف نشتغل بيه مع بعض. نجيب لون ايه؟ خلينا في الازرق. المرحله الفلسفيه، اي مرحله من مراحل لما تيجي تدرسها ركز معايا على حاجتين: الاهتمام وبعديها الارتباط. ما الاهتمام بيجي بايه؟ ارتباط. بص بقى، المرحله الفلسفيه اهتمت بايه؟ قال لك اهتمت بدراسه ماهيه النفس. يعني ايه ماهيه؟ ماهيه يعني اصل. قال لك لذلك سمي العلم بعلم النفس. يبقى المرحله الفلسفيه اهتمت بدراسه ماهيه النفس، لذلك سمي العلم بعلم الايه؟ النفس. قلت لك بعد الاهتمام بيجي ايه؟ ارتباط. طيب ارتبطت بايه؟ قال لك ان هنا المرحله الفلسفيه ارتبطت بدراسه النفس او الروح. يعني الاتنين بنفس المعنى. قال لك واعتقدوا ان الروح هي مصدر للسلوك الانساني. قال لك ان الروح البشريه دي هي مصدر السلوك الايه؟ الانساني، هي اللي بتحرك سلوكه. زي ايه؟ زي الاحلام. ازاي يا مستر؟ تعالى لما اقول لك. انا كنت نايم فحلمت ان حد عزيز عليا توفى، بعد الشر يعني. فانا هقوم من النوم: ازيك؟ عامل ايه؟ انت كويس؟ طمني عليك. اه تمام الحمد لله. انا هنا دلوقتي مين اللي حرك سلوكي؟ النفس والروح. فانا كلام الناس دي صح ولا غلط؟ صح. قال لك دلوقتي المرحله الفلسفيه اهتم بدراسه ماهيه النفس، لذلك سمي العلم بعلم النفس. ارتبطت بدراسه النفس والروح، واعتقد ان الروح هي مصدر السلوك الايه؟ الانساني. بعد كده عندنا مرحله مهمه اسمها المرحله الفسيولوجيه البيولوجيه. علم النفس بدأ بقى يفكر شويه: انا عاوز ابعد عن الاعتقادات، انا عاوز ادرس حاجات واقعيه. هو ايه اللي بيأثر على نفسيه الانسان اكتر؟ اكيد اللي بيأثر على نفسيه الانسان حاجه موجوده فيه. ايه ده؟ هي الفسيولوجيه دي يا مستر مش يعني العضويه؟ طب هي الاعضاء بتأثر على جسم الانسان؟ ايوه بتأثر. ازاي يا عم احمد؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا ان جسم الانسان بيبقى فيه غدد، زي غده اسمها الغده الدرقيه. فالغده الدرقيه دي بتفرز هرمون اسمه هرمون الثيروكسين، ده اللي مسؤول عن الانفعالات. الهرمون ده لو زاد بيسبب عصبيه، لو قل بيسبب بروده ودوخان. ايه ده؟ يعني معنى كده ان الاعضاء بتأثر على الجانب النفسي؟ مين بقى اللي مسؤول عن الدراسه دي؟ المرحله الايه؟ الفسيولوجيه. اول حاجه عملتها استقلت عن الفلسفيه، وعملت ايه بقى؟ قال لك وارتبطت بعلم الفسيولوجي. ايه يا مستر احمد علم الفسيولوجي ده؟ علم الفسيولوجي ده سيدي الفاضل اللي هو علم دراسة وظائف الأعضاء. مستر هو مين اللي عمل المرحلة دي؟ قال لك اللي ساهم في نشأة المرحلة دي واحد عندنا اسمه فونت، ويلهيلم فونت. فونت عمل ايه؟ فونت عمل 5 حاجات. 1، أسس أول معمل تجريبي
لعلم النفس. حلو قوي. يعني ايه معمل تجريبي؟ يعني بدأ ان هو يخش المعمل وبيعمل تجارب نفس فسيولوجية، يعني بدأ يشوف تأثير الأعضاء على الجانب النفسي. فالحاجات دي مش أمور نظرية، دي أمور عملية. طيب عمل إيه تاني؟ قال لك قام في معمله على إجراء التجارب. مالها؟ قال لك النفس فسيولوجي. طب عمل التجارب النفس فسيولوجي دي على إيه؟ قال لك على حاجتين. أول حاجة الإحساس اللي هي الحواس، والإدراك اللي هو الفهم، وعلاقته بحاجتين، بالشعور والوعي. هو الحواس يا مستر بتأثر على الإدراك؟ يعني أنا دلوقتي لو مش سامع كويس هفهم؟ لا. لو مش شايف كويس هعرف أفهم؟ لا. فهنا دلوقتي درس الإحساس وعلاقته بالإيه؟ بالإدراك. طيب فونت عمل إيه كمان؟ فونت درس عندي 3 حاجات مهمين جدا. أول حاجة عندي حاجة اسمها زمن الرجع، عندي حاجة كمان اسمها الطبيعة النفسية، عندي حاجة كمان اسمها الإدراك الحسي. الإدراك الحسي ده اللي هو ممكن نقول عليه الفهم. إيه هي الطبيعة النفسية؟ دي العلاقة الرابطة بين المثير والاستجابة. طب تعالى لما أقول لك الباب خبط، ده مثير، مشيت سلوك. فوانا بعد ما الباب خبط قلت مين؟ قال لي انا محمد. انا عرفت من صوته. عرفته من صوته، ده كده اسمه ايه؟ ده كده اسمه الادراك الحسي. طيب ما بحبوش الواد ده، هنا دلوقتي ما بحبوش او بكرهه، دي كده عندنا اسمها ايه؟ طبيعه نفسيه. دي العلاقه بين المثير والايه؟ والاستجابه. طيب ايه هو زمن الرجعه؟ قال لك هو الزمن الفاصل بين المثير وحدوث الاستجابة. بمعنى أنا سألت سؤال ده مثير، فأنت قعدت تفكر فيه دقيقة وبعد كده اديتني إجابة. الوقت اللي أنت قعدت تفكر فيه ده اسمه إيه؟ زمن الرجع. إيه اللي حصل تاني بقى يا مستر أحمد؟ اللي حصل إن علم النفس مر بمرحلة ثالثة اسمها مرحلة الاستقلال. قال لك لا، انا لازم استقل بنفسي شويه، انا مش هبقى مرتبط بعلم الفسيولوجي والفلسفه. فاستقل في المرحله دي عن ايه؟ قال لك عن علم الفسيولوجي. طب ليه يا عم ما الراجل كان ماشي معاك كويس؟ قال لك لا، ليه اسباب. عنده اسباب موضوعيه وعنده اسباب منهجيه. الموضوع بتاعك وايه هو المنهج بتاعك؟ قال له موضوعي هيدرس السلوك الظاهري. طب وايه المنهج بتاعه؟ قال لك المنهج بتاعه يعتمد على الملاحظه. يعني ايه يا مستر موضوع اصلا؟ الموضوع ده معناه محتوى الدراسه. يبقى معنى كده المرحله الاستقلاليه محتواها الدراسي هتدرس امور داخليه زي كده؟ لا، هتدرس السلوك الظاهري. طيب انا بما اني هدرس سلوك ظاهري، ايه هو المنهج؟ ايه هي الطريقه المتبعه؟ قال لك هيعتمد على الايه؟ الملاحظه. انا كده خلصت معاك مراحل علم النفس. هنخش على اهم جزئيه وهي مدارس علم النفس. بص يا سيدي، انا اسمع ان المدارس دي عامله لكم مشاكل، رغم ان انا كاحمد الشاذلي شايفها ممتعه جدا. بص يا باشا، يعني ايه مدارس الاول اصلا؟ انا دلوقتي هدي تفسير لعلم النفس مختلف تماما عن اي حد. وليكن انا هفسر ان انا لازم هحكم على سلوك اي شخص بدل هو بيضحك يبقى هو مبسوط، لو هو بيعيط يبقى هو زعلان. انت كده كاحمد الشاذلي فسرت السلوك بالامور الظاهريه ولا الداخليه؟ لا، الظاهريه. انا قلت الراي ده، ففي 20-50 واحد ايدوني فيه، فاحنا كده اسمنا فريق السلوك الظاهري. طيب جه واحد تاني قال لك لا، انا لازم اقعد مع الشخص
ويتكلم معايا ويحكي لي واحكي له واعرف اللي بيدور جواه. تمام؟ فهنا دلوقتي الشخص ده اهتم بالسلوكيات الظاهريه ولا الداخليه؟ فالشخص ده ايده 50 30 واحد كده معاه، فبقى اسمه فريق السلوكيات الداخليه. فبقى عندنا فريقين. هنا كلمه فريق ده عندنا في علم النفس اسمه مدرسه. فهنا دلوقتي المدارس بتاعت علم النفس دي مدارس قسمت وفسرت السلوكيات، بس كل واحد بزاويه مختلفه. فعندي كم مدرسه؟ عندي 5. اول مدرسه عندنا اسمها المدرسه البنائيه. تاني مدرسه اسمها المدرسه السلوكيه. بعد كده عندي مدرسه اسمها مدرسه التحليل النفسي. بعد كده عندي مدرسة اسمها مدرسة الجشتالت. وعندي مدرسة اسمها المدرسة المعرفية. امشي معايا كده خطوة خطوة. المدرسة البنائية دي اللي عملها واحد اسمه فونت، وعنده تلميذ اسمه تيتشنر. المدرسة السلوكية دي اللي عملها واحد اسمه واتسون. مدرسة التحليل النفسي دي اللي عملها طبيب نمساوي اسمه سيجموند فرويد. مدرسة الجشتالت دي اللي أسسها 3، واحد اسمه كوفكا، واحد اسمه كوهلر، واحد اسمه فيرتهايمر. المدرسة المعرفية دي اللي عملها واحد اسمه نورمان. تعالى لما نشوف كل مدرسة من المدارس دي عملت ايه بالظبط. بص يا سيدي الفاضل، المدرسة البنائية لما اجي ادرس اي مدرسة من المدارس لازم ادرسها من حيث حاجة اسمها الموضوع، يعني محتوى الدراسة، والمنهج، يعني الطريقة اللي يستخدموها اثناء الدراسة. المدرسة البنائية من حيث الموضوع قال لك ان المدرسة البنائية عندي بتهتم بدراسة الخبرة مالها الداخلية الشعورية المباشرة. يعني ايه يا مستر احمد الكلام ده؟ هديك مثال. انا بشرح الدرس دلوقتي، بعد ما خلصت شرح الدرس قلت لك تعالى يلا جاوبني على السؤال ده، فانت بتعبر لي عن اللي بيدور مين جواك. يعني دي خبرة ايه؟ داخلية. طيب دي حاجة شعورية ولا لا شعورية؟ يا مستر دي حاجة شعورية، يعني دي حاجة انا حاسس بيها دلوقتي. الشيء ده مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر. يبقى هنا دلوقتي هل انا بسألك عن ذكريات الماضي؟ لا. يبقى المدرسة البنائية خبرة داخلية شعورية ومباشرة. طب الامور الداخليه دي هل باينه عليك من بره؟ لا يا مستر والله مش باينه عليا من بره. طيب يبقى المنهج اللي انا هستخدمه معاك ايه؟ قال لك المنهج المستخدم منهج اسمه منهج الاستبطان. الاستبطان او التامل الباطني. قال لك الاستبطان او التامل الباطني ان الفرد يخبرنا عما يدور بداخله، بيحكي لي عن اللي بيحصل جواه. بعد كده عندي مدرسة اسمها المدرسة السلوكية. من اسمها كده سلوكية، يعني بتهتم بالسلوكيات. فالسلوكيات دي أمور ظاهرية ولا داخلية؟ ظاهرية. قال لك فتهتم بدراسة السلوك ماله الظاهري الذي يمكن ملاحظته. كويس. يعني معنى كده ان هو يعتمد على الاستبطان برضو؟ قال لك لا. قال لك دلوقتي المنهج بتاعه منهج اسمه منهج الملاحظة الموضوعية، يعني الحاجات العامة اللي ظاهرة. زي واحد عمال يقول لي انا بعرف العب بلاي ستيشن جدا. طيب تعالى بقى وريني الكلام ده، انا عاوز اشوفه. يبقى انا هستخدم مع المدرسة الايه؟ السلوكية. طيب بعد كده عندي مدرسة اسمها مدرسة التحليل النفسي. تعالى اما نجيب كده قلم
الازرق ده. يلا، ايه هو التحليل النفسي؟ قال لك التحليل النفسي قال لك برضو بيهتم بدراسة الخبرة الداخلية. انا اللي بحكي برضو، بس مالها؟ اللا شعورية. زي لما انا اروح لدكتور نفسي فاحكي له على اللي حصل لي قبل كده، هل ده شيء دلوقتي مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. فرويد عمل ايه؟ فرويد بيقول لك اكد على الاثر الخطير لمرحلة الطفولة المبكرة. قال لك مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي من 2 ل6 سنين بتأثر على الطفل طول حياته. ازاي؟ يعني انت عندك ابنك وهو صغير لو عاملته بقسوة هيطلع انسان كاره حياته وهيفضل مأثرة فيه طول حياته، وهيطلع انسان قاسي او انسان عصبي. لو انت دلوقتي فضلت بتعامل طفلك ان هو الشخص المدلل وان هو يا بابا مش قادر اعمل الواجب فانت تعمله له، هيفضل برضه عنده عدم اعتماديه على الذات، فهيأثر عليه طول حياته. فهنا دلوقتي عشان كده سيجموند فرويد بيأكد على الاثر الخطير لمرحله الطفوله المبكره. بعد كده عندنا مدرسه اسمها مدرسه الجشتالت. ايه يا عم احمد مدرسه الجشتالت دي؟ مدرسه الجشتالت دي بتؤكد على ايه؟ قال لك بتقول لك ان ادراكنا للاشياء ماله؟ قال لك يبدأ بإدراك الصيغة الكلية ثم الجزئية. قال لك أنا بدرك الكل الأول لأن الكل أكبر من مجموع أجزائه. إزاي؟ أنا دلوقتي والله بقول دي مدرستي واللي هناك ده الفصل بتاعي، يبقى انا بدات اعمل ادراك كلي ثم ادراك ايه؟ جزئي. زي الطفل الاول اول ما بيجي يتعلم الكلام بيقولوا له قول ماما، بعد كده بيعلموه ايه هو حرف الميم وايه هو الحرف الالف وايه هو حرف الميم وايه هو حرف الالف. يبقى الادراك الكلي ثم الايه؟ الجزئي. اخر حاجه عندي المدرسه اسمها المدرسه المعرفيه. المدرسه المعرفيه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان اي عمليه معرفيه مالها؟ قال لك اي عمليه معرفيه تتوسط المثير والاستجابه. ازاي؟ يعني مثلا لو جيت قلت لك انا جيت هسالك سؤال، السؤال ده اسمه ايه؟ مثير، فانت هتعمل عمليه اسمها عمليه تفكير، فالتفكير ده اسمه ايه؟ عمليه معرفيه. فجيت بعد كده اديتني اجابه، فالاجابه دي اسمها استجابه. فعشان كده الراجل بيقول لك ايه؟ ان اي عمليه معرفيه بتتوسط المثير والايه؟ والاستجابه. تعالى بقى لما نخش على الدرس الثالث اللي عندنا اللي هو بيتكلم عن مجالات علم النفس. مجالات علم النفس من الدروس الجميله جدا. عندنا المجالات بتنقسم عندنا لنوعين، مجالات نظريه تمام اساسيه ومجالات تطبيقيه عمليه. ايه هي المجالات الاساسيه او النظريه؟ قال لك تركز على تحقيق هدفين. فاكرين عندنا اهداف علم النفس اللي احنا كنا واخدينها من شويه اهي؟ ارجع كده معايا. اهداف علم النفس عندنا اللي هو فهم السلوك الانساني وتفسيره. هو فهم السلوك الانساني وتفسيره ده امر ايه؟ نظري. طيب توقع السلوك والتنبؤ به ده امر ايه؟ نظري. طب الضبط والتحكم ده ايه؟ عملي. يبقى انا دلوقتي لما اجي ادرس المجالات بتهتم بايه من اهداف علم النفس؟ هيبقى تهتم بالحاجه الاولى والحاجه الايه؟ الثانيه اللي هو فهم السلوك الانساني وتفسيره وتوقع السلوك والتنبؤ ايه؟ به. تعالى بقى لما نشوف الكلام ده. اول حاجه عندنا المجالات الاساسيه تحقق هدفين لعلم النفس اللي هو فهم السلوك الانساني وتفسيره. تاني حاجه توقع السلوك والتنبؤ ايه؟ به. تعالى بقى لما نمسك مجال من المجالات الاساسيه. اول حاجه عندي من المجالات الاساسيه في علم النفس عندي حاجه اسمها علم النفس العام. ايه يا عم علم النفس العام ده؟ علم النفس العام او مدخل العلوم النفسيه
ده الاساس لكل العلوم، ده اللي بيحط قوانين علم النفس كلها، ده اللي بيحط الاسس لعلم النفس كلها، ده اللي بيدرس علم النفس بس من جانب النظري. فعلم النفس العام يعد مدخلا لكل العلوم النفسيه. يتم صياغه القوانين العامه التي تفسر السلوك الانساني واهم موضوعاته. قال لك دلوقتي وبيهتم بدراسه الايه؟ بالدراسه النظريه للظواهر النفسيه. يبقى ده كده عندنا علم النفس العام، زي مثلا تفسير خوف الفرد ببعض الحيوانات، او دراسه ظاهره التنمر بين الطلاب، زي ما يفضل ايه؟ يفضل طالب لما يلاقي واحد زميله ولد يفضل يتريق عليه، ده كده شخص مش كويس خالص، مش هنقول ده مين بقى. علم النفس الفسيولوجي، او ممكن نسميه علم النفس دراسه وظائف الاعضاء. ازاي يا مستر احمد؟ زي لما اجي مثلا ادرس اثر مثلا الغدد على جسم الانسان، زي ما كنت لسه قايل لك من شويه ان عندنا غدد اسمها غدد درقيه، فالغدد الدرقيه دي افرازها زيادتها او نقصانها بيأثر على جسم الانسان. هل ده شيء نظري ولا عملي؟ نظري. ليه؟ عشان انا ما اتدخلتش في حاجه زي كده. فقال لك بيهتم بدراسه الاسس الفسيولوجيه للسلوك، دراسه الجهاز العصبي، ودراسه وظائف الغدد والاعضاء وتاثيرها على السلوك. ده كده امور نظريه. انزل معايا بعد كده عندنا علم النفس اسمه علم النفس المعرفي، او انا بحب اسميه علم النفس تعديل السلوك. بيعمل ايه علم النفس المعرفي ده؟ قال لك بيهتم باكتشاف العمليات المعرفيه الداخليه، زي الاحساس، زي الانتباه، زي الادراك. بيعمل ايه تاني؟ بيتم استخدامه في تعديل السلوكيات باستخدام العلاج السلوكي المعرفي. ازاي يا عم احمد الكلام ده؟ تعالى لما اقول لك على حاجه. انا عندي طالب، الطالب ده ما بيحبش يروح المدرسه خالص، فانا بدات ان انا اعدل له سلوكه من خلال ان انا اعرف السبب. قال لي والله عشان سبب الصحيان بدري. فقلت له خلاص انت لو رحت المدرسه كل يوم هديك 100 جنيه. قال ايه ده؟ يعني انا هاخد 3000 جنيه في الشهر؟ قلت له اه. فانا بدات ان انا اعدل له السلوك او انمي له عمليه معرفه لشيء هو ما بيحبوش، خليته بدا يحبه. بعد كده عندنا علم النفس اسمه علم النفس النمو. ممكن نسميه النمو او الارتقائي او التطوري او التكويني. في رسمه كده عاوز اوريها لك الاول قبل ما نبتدي فيه. بص كده يا سيدي الفاضل، ده كده عندنا شخص رضيع، وده كده عندنا في مرحله الطفوله المبكره، وده في مرحله الطفوله المتاخره، ده كده في مرحله الرشد، ده كده في مرحله وسط العمر، ده في مرحله الشيخوخه. لما اجي ادرس النمو الجسمي بين كل مرحله واختلاف كل مرحله من حيث النمو الجسمي، واي مرحله بتبقى اسرع في النمو، تمام؟ ولما اجي ادرس النمو العقلي ومدى الادراك بين كل مرحله والثانيه واختلافهم، يبقى ده كده اسمه علم النفس النمو. لما اجي اقول لك والله ان الشخص في مرحله الطفوله المبكره ما بيعرفش يفهم الكلام المكتوب غير لما بيبقى جنبه صور، فتلاقي دايما بيكتبوا له الف فيكتبوا له ايه؟ يحطوا له جنبها صوره ارنب. ليه؟ لان هو بيعتمد على الادراك الحسي. بدا يكبر شويه وبدا يفهم معنى الكلام اهو، تمام؟ فمعنى كده دلوقتي لما انا اجي ادرس تطورات جسم الانسان من حيث الجانب الجسمي او الجانب العقلي او الجانب الانفعالي او الجانب الاجتماعي، ده كده من تخصص علم نفس اسمه علم النفس النمو او علم النفس التطوري او علم النفس الارتقائي. فبص بقى بيقول لك ايه؟ علم النفس النمو بيقول لك ايه بقى؟ يدرس مشكلات النمو المرتبطه بكل مرحله مع الاهتمام بخصائص النمو المختلفه لكل مرحله. بيهتم بالتغيرات التي تطرأ على الفرد في مراحل النمو المختلفه. قال لك دلوقتي اطلق عليه اسم علم النفس الارتقائي او التطوري. تعالى نخش على اللي بعده. بعد كده عندي علم النفس اسمه علم النفس الاجتماعي. ده بيهتم بدراسه حاجه مهمه اسمها العمليات الاجتماعيه. يعني ايه العمليات الاجتماعيه؟ يعني هنا عندنا عمليات اجتماعيه زي التعاون، عمليات اجتماعيه زي الصراع، عمليات اجتماعيه زي التنافس. الحاجات دي كلها بتأثر في نفسية وجانب سلوك الفرد. طيب فبيجي يقول لك علم النفس الاجتماعي يهتم بدراسة السلوك الناتج عن تأثير الفرد بالمثيرات الاجتماعية وتأثيرها في الآخرين. زي إيه؟
زي القياده، ان انا ابقى مدير او ان انا ابقى قائد على مجموعه من الناس، التنافس، التعاون، الثورات، الراي العام. ده كده كله من تخصص علم النفس اسمه علم النفس الاجتماعي. بعد كده عندي علم النفس اسمه علم النفس الفارق، او علم النفس الفروق الفرديه، او علم نفس الاختلافات. لما اجي اقارن بين ولد وبنت في سن المراهقه من حيث مين اقوى من حيث الطبيعه الجسديه، هلاقي الولد عنده نمو اكبر في العضلات وعنده نمو اسرع في العظام. فهنا دلوقتي مقارنه بالبنت، فانا لما اجي اقارن واحد بالتاني ده كده علم نفس اسمه علم النفس الفارق. قال لك بيهتم بدراسه الفروق والاختلافات النفسيه بين الافراد والجماعات المختلفه، وايضا بين الذكور والاناث. قال لك دلوقتي يبين لنا كيف يختلف الافراد ولاي درجه يختلفون، مستعينا بالمقاييس والاختبارات النفسيه. ده كده علم النفس اسمه علم النفس الفارق. على فكره الدرس سهل جدا جدا جدا. المجالات التطبيقيه، يعني ايه تطبيقيه؟ يعني عمليه. اول حاجه عندي علم النفس التربوي، اي سؤال بيهتم بالطلاب، اي سؤال بيهتم بالمدارس او التعليم. فعلم النفس التربوي ده بيهتم بايه؟ قال لك بيهتم بتطبيق مبادئ علم النفس وقوانينه في مجال التربيه والتعليم لحل المشكلات. وبيعمل ايه كمان؟ قال لك بيهتم بوضع مبادئ وقوانين في عمليه التدريس، ان انا ابتدي ازاي احط المناهج. انا عندي طالب في ابتدائي، طالب اعدادي، طالب في ثانوي، هل نفس المنهج بيبقى للكل؟ لا، احنا بندرس الاول عقليه الطالب ونشوف مدى استيعابه، وبعد كده بنحط المناهج على حسب عقليه كل طالب. قال لك دلوقتي دراسه الخصائص التي تميز مراحل النمو المختلفه لوضع المناهج الدراسيه، يبقى ده من تخصص علم النفس اسمه علم النفس الايه؟ التربوي. بعد كده عندنا علم النفس اسمه علم النفس الصناعي. انا واحد عندي مصنع، فعندي طلبيه كبيره مطلوبه مني، فانا طلبت من العمال اللي هي يعملوها بشرط اللي يخلص الانتاج اللي انا عايزه وهيعمل لي اللي انا عايزه هديله ضعف المرتب. فانا كده رفعت الكفاءه المعنويه للعمال. طيب انا دلوقتي جاي لي عامل جديد عاوز يشتغل، فببتدي ان انا اعمل له مقابله واشوف هو بيفهم ايه، وبعد كده اشغل العامل المناسب في المكان المناسب. ده كده علم نفس اسمه علم النفس الصناعي. ده بيهتم بتطبيق قوانين العامه لعلم النفس لرفع الكفاءه الانتاجيه للعمال. قال لك يهتم بتحقيق الرضا المهني والنفسي للعامل من خلال اختيار العامل المناسب للعمل المناسب. انزل معايا. علم النفس التجاري. التجاري ده زي اللي لما بيجي يعمل لك عروض يجي يقول لك فيه تخفيض 50%. قال لك دلوقتي زي تطبيق قوانين علم النفس في ميدان التجاره، وخاصه الاعلان التجاري، الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون والعروض. قال لك يهتم بدراسه العوامل النفسيه التي تؤثر على المستهلكين وكيفيه جذبهم لشراء السلع. ده كده علم نفس اسمه علم نفس تجاري. علم النفس الحربي ده اللي بيستخدموه في الجيش او في كليات الشرطه او الكليات الحربيه، ازاي يقدروا يختاروا الضابط اللي يبقى بعد كده ما ينفعش يبقى عنده امراض نفسيه، ما ينفعش يبقى عصبي زياده عن اللزوم. طيب ازاي اعلي الكفاءه النفسيه للمحاربين واعلي من تحفيزاتهم؟ ده كده علم نفس اسمه علم نفس ايه؟ حربي. قال لك بيهتم بتطبيق قوانين علم النفس في المؤسسات العسكريه لرفع الكفاءه للقوات المحاربه وتحقيق قال لك النصر من خلال الدعايه والحروب النفسيه. يهتم بالاختيار الدقيق للجنود والضباط وتوجيه كل فرد للمهنه التي تناسبه. بعد كده عندنا علم النفس اسمه علم النفس الإكلينيكي أو بيسموه العيادي، ده اللي بيهتم بالأمراض النفسية. قال لك بيهتم بدراسة الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاجها، زي القلق، زي الهستيريا، زي عيوب النطق، الناس اللدغة. تمام؟ أثر العامل النفسي في الإصابة بالأمراض الجسمية. إيه ده يا مستر؟ هو ممكن العوامل النفسية تسبب أمراض جسمية؟ ممكن حد من كتر الزعل يجيله جلطة، ممكن حد من كتر الزعل يجيله السكر، بعد الشر عليكم. يبقى ده كده من تخصص علم النفس اسمه علم النفس الإكلينيكي العيادي. بعد كده عندنا علم النفس البيئي، ان انا بتاثر بعوامل البيئه. قال لك دلوقتي بيدرس العلاقه بين الانسان والبيئه للوصول للتعامل الامثل بين الانسان وبيئته. قال لك يدرس المشكلات البيئيه زي الزحام، زي الانفجار السكاني وتاثيرها على سلوك الافراد.
زي لما يجي يقول لك اثر الهجره من الريف للمدينه والتغير المناخي، اثر المعمار الهندسي والبناء الحديث في السلوك الانساني، تاثير الزحام وشده الكثافه السكانيه على صحه الانسان وسلوكه. ده كله علم نفس ايه؟ بيئي. بعد كده عندنا اخر حاجه علم النفس السياسي. قال لك يهتم بفهم السلوك السياسي من منظور نفسي. هنا دلوقتي بيقول لك تعتبر العلاقه بين علم النفس وعلم السياسه علاقه ثنائيه. ليه؟ لان علم النفس مرآه للسياسه والسياسه مرآه لعلم الايه؟ النفس. لما يجي يدرس على العلاقات الدوليه بين الدول والتانيه يبقى ده كده من تخصص علم النفس الايه؟ السياسي. عاوزك تهدى شويه، حضر كوبايه قهوه جميله، تعالى يلا عشان نكمل مع بعض ونخش على علم الاجتماع. يلا بينا مع بعض لما نكمل علم الاجتماع. ايه هو علم الاجتماع بقى؟ علم الاجتماع لما جم يعرفوه قسموه لتعريفين، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي لعلم الاجتماع، مين اول واحد عرفه؟ اول واحد عرف علم الاجتماع كان عندنا عالم فرنسي اسمه اوغست كونت. اوغست كونت لما جه يعرف علم الاجتماع قال لك هي كلمه اسمها سوسيولوجي. كلمه اسمها ايه؟ سوسيولوجي. الكلمه دي بتنقسم عندنا لمقطعين، مقطع اسمه سوسيو، مقطع اسمه لوجوس. سوسيو في الاصل كلمه يونانيه ولا لاتينيه؟ لاتينيه، اسمها اجتماع او مجتمع. ولوجوس كلمه يونانيه معناها علم. اذا علم الاجتماع هو علم دراسه المجتمع. تعال ما نشوف الكلام ده. قال لك دلوقتي المعنى الاشتقاقي او المعنى اللغوي لعلم الاجتماع. المعنى الاشتقاقي لعلم الاجتماع قال لك دلوقتي يعد اوغست كونت اول من استخدم كلمه سوسيولوجي. قال لك وهي تعني علم الاجتماع، والكلمه مشتقه من مقطعين. المقطع الاول لاتيني ومعناه سوسيو، والمقطع الثاني يوناني ومعناه لوجوس. اذا اصبح علم الاجتماع عندنا هو علم دراسه الايه؟ المجتمع او الدراسه العلميه للمجتمع. المعنى الاصطلاحي لعلم الاجتماع بقى قال لك هو علم دراسه المجتمع دراسه علميه بهدف الوصول للقوانين بتعمل ايه؟ تحكم المجتمع وبتغيره وتحل مشكلاته. يلا نشوفه. قال لك تتعدد تعريفات علم الاجتماع، تمام؟ ومن اشهرها بقى ايه؟ قال لك هو علم دراسه المجتمع دراسه علميه بهدف الوصول او التوصل للقوانين الحاكمه للمجتمع ولنظامه، بتعمل ايه؟ تغيره وتحل ايه؟ مشكلاته. بعد كده تعالى لما نخش على الجزئيه اللي بتتكلم عن اهميه الدراسه العلميه لعلم الاجتماع. ايه هي اهميه المنهج العلمي او اهميه الدراسه العلميه لعلم الاجتماع؟ اول حاجه اهميه المنهج العلمي او اهميه الدراسه العلميه لعلم الاجتماع بتساعد معانا على حاجتين. اول حاجه حل المشكلات الاجتماعيه، تاني حاجه وصف وتفسير الظاهره الاجتماعيه والتنبؤ بها. ان انا اوصف الظاهره وان انا افسرها واقول اسبابها واتنبأ باللي ينتج عنها في المستقبل. قال لك يساعد على الفهم المنظم للظواهر المدروسه، فهما قائم على اسس علميه وقواعد منهجيه ثابته. طيب وبتعمل ايه كمان؟ قال لك زي فهم الظواهر الاجتماعيه وتفسيرها والتنبؤ بها بحدوثها وتمهيدا للضبط والتحكم فيها. بعد كده عندك المعالجه العلميه للقضايا الاجتماعيه، يعني حل المشكلات الاجتماعيه. تعالى بقى لما نخش على ايه هي اهميه المنهج العلمي. اهميه المنهج العلمي لعلم الاجتماع اول حاجه وصف الظاهره الاجتماعيه. انا عندي ظاهره زي ظاهره زياده تكاليف الزواج، فانا عاوز اوصفها من حيث ثلاث حاجات. اول حاجه من حيث النشأة، ومن حيث الحجم، ومن حيث التطور عبر الزمان. فقال لك دلوقتي عندي الوصف معناه ايه؟ الوصف ده معناه الاحاطه الشامله بجميع جوانب الموضوع. ان انا بدرس الموضوع من جميع الجوانب، من حيث ايه؟ النشأة والحجم والتطور عبر الزمان. زي انا هدرس ظاهرة زيادة تكاليف الزواج، تمام؟ طب هدرسها من حيث ايه؟ النشأة متى بدأت؟ الحجم ايه هو مدى انتشارها وصلت لحد فين؟ تطورها عبر الزمان هل كانت زمان وما زالت موجودة دلوقتي ولا لا؟ ده كله انا بوصف الظاهرة بس. طيب ايه هو التفسير؟ قال لك التفسير عندنا تعني معرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة. إيه هي الأسباب اللي أدت إلى زيادة تكاليف الزواج؟ قال لك والله لو أردنا تفسير ظاهرة زيادة تكاليف الزواج فلا بد من معرفة الأسباب أو معرفة علاقتها بالظروف الاقتصادية بتاعت الدولة مثلا.
دي ممكن تبقى السبب من الاسباب الرئيسيه. طيب ايه هو بقى التنبؤ؟ التنبؤ يعني معنى كده انا عاوز اعرف الظاهره دي هتؤدي لايه في المستقبل. قال لك يعني بعد ما عرفت الخصائص الظاهره، خصائص الظاهره دي اللي هو الوصف، ومعرفه اسبابها ده اللي هو التفسير، ده بيؤدي ايه؟ قال لك ارتباطها بالظواهر الاخرى نستطيع التنبؤ بما سينتج عنها فين؟ في المستقبل. زي بعد دراسه ظاهره زياده تكاليف الزواج نتنبأ بمشكلات ناتجه عنها، زي انخفاض معدل المواليد، تاخر سن الزواج، ارتفاع نسبه العنوسه. دي كلها الاسباب اللي هتؤدي اليها في المستقبل بسبب زياده تكاليف الزواج. تعالى بعد كده نخش على اهميه علم الاجتماع. هو أهمية علم الاجتماع؟ بيعمل إيه علم الاجتماع؟ أول حاجة قال لك الحصول على صورة واضحة عن المجتمع. أنا دلوقتي والله عاوز أعيش في المجتمع المصري، فقبل ما أعيش فيه لازم يبقى عندي صورة واضحة عن المجتمع ده. إزاي؟ من حيث وليكن القوانين، من حيث العادات، من حيث التقاليد، من حيث المناسبات. دي كلها حاجات لازم أدرسها عن المجتمع قبل ما أعيش فيه. ده كده اسمها الحصول على صورة واضحة عن مين؟ عن المجتمع. طيب تاني حاجة قال لك تاني حاجة عندي تحصيل لا تاني حاجة عندي حاجة اسمها فهم أنماط التغير الاجتماعي في العالم. هنا دلوقتي عندنا هو المجتمع بتاعنا ثابت ولا مجتمع متغير؟ يعني المجتمع المصري الأول كان مجتمع ملكي، بعد كده بقى مجتمع جمهوري. المجتمع عندنا كان بيعتمد على التعليم المباشر، دلوقتي بقى في تعليم اسمه تعليم اونلاين. فهنا في تغير اجتماعي. فعلم الاجتماع بيساعد على ايه؟ فهم انماط التغير الاجتماعي، وده بيساعد على التنبؤ بالمستقبل. قال لك والقدره على التنبؤ بما سيحدث فين؟ في المستقبل. تعالى لما نخش على الاهميه الثالثه لعلم الاجتماع اللي هي تحصيل قدر كافي من المعلومات عن العمليات الاجتماعيه. ايه العمليات الاجتماعيه دي يا مستر؟ زي التعاون، زي التكيف، زي الصراع، زي التنافس. انا هعيش في مجتمع، فقبل ما اعيش فيه فانا لازم اعرف مثلا ايه العلاقات الدوليه ما بين الدول، مصر ودوله ثانيه. هل ده علاقه تنافس ولا علاقه تعاون ولا علاقه صراع؟ دي كلها اسمها عمليات ايه؟ اجتماعيه. بعد كده علم الاجتماع بيعمل ايه؟ قال لك المساهمة في تطوير الوسائل التي تساعد على حل المشكلات الاجتماعية. يبقى علم الاجتماع بيساعدك ان انت تحل مشكلات المجتمع. مثال عمل لجنة من المشايخ في بعض القرى لحل مشكلات الخلافات بين الازواج، وبالتالي تقل حالات الطلاق. ما بتقلش بس يلا. بعد كده اخر حاجة من اهمية علم الاجتماع تأهيل نفسية الفرد للعمل مستقبلا في احدى ميادين العلوم الاجتماعيه اللي هي الخدمه الاجتماعيه. بعد ما بتدرس علم الاجتماع ممكن تشتغل اخصائي اجتماعي. بعد كده تعالى ما نخش على وظيفه علم الاجتماع. عندنا وظيفتين لعلم الاجتماع. عندنا وظيفه نظريه، ودي هدفها الاساسي تطوير العلم وبتجيب قوانين. ازاي يا مستر؟ يعني انا مثلا دلوقتي عايش في المجتمع ففي ازدحام مرور، فانا دلوقتي مختص ان انا احط قوانين تعالج ازدحام المرور. انا كده وظيفتي نظريه ولا عمليه؟ نظريه. بعد كده في ناس بتستخدم القوانين دي وبتطبقها عشان تقلل من ازدحام المرور. الناس اللي بتطبق القوانين دي وظيفه اسمها وظيفه عمليه او مجتمعيه. فعندي وظيفه علميه نظريه. قال لك دي ايه هدفها؟ قال لك تعني بتطوير العلم نفسه والنقد الذاتي للجهود التي بذلت من العلماء على الصعيدين، الصعيد النظري والمنهجي. هدفها ايه؟ الوصول لاعلى درجه من الكفاءه والدقه في الوصول للقوانين. يبقى هدفها ان هي عاوزه تجيب قوانين الاجتماعيه. لكن مين اللي بيطبق القوانين؟ زي ما لسه قايل، اللي بيطبق القوانين عندي الاهداف المجتمعيه اللي هي الايه؟ العمليه. تعني ايه؟ جمع الادوار التي يقوم بها العلماء متدرجا في العطاء. دي المعلومات اللي جابوها العلماء. كويس. قال لك حتى الوصول الى المجتمع ماله الانساني ككل. ومن اهم وظائفها فهم الواقع وتفسيره. دي بتبتدي بقى انها تنزل في ارض الواقع، ده شيء عملي. قال لك بتتناول مشكلاتها وبتعالجها، يعني حل المشكلات. دي كده وظيفه ايه؟ عمليه. هنخش بقى مع بعض على اهم درس، وهو درس رواد علم الاجتماع.
بص يا سيدي الفاضل، تعالى لما احكي لك قصه جميله كده عن رواد علم الاجتماع. انا مش عايز اكتب علم الاجتماع قد ما انا عايز اشرحه لك شفوي، هيبقى جميل جدا، هتفهمه كويس جدا. خاصه قصه الرواد دي، قصه رواد علم الاجتماع. عندنا 3 من رواد ومؤسسين علم الاجتماع. اول واحد عندنا اسمه عبد الرحمن ابن خلدون. لما هنيجي نتكلم عنه هنتكلم عنه من حيث النشأة، وايه هو سبب نشأة علم الاجتماع عنده، ليه عمله، وهنتكلم من حيث الموضوع والمنهج والهدف بتاعه. عبد الرحمن ابن خلدون الأول عالم مسلم، ولد في تونس وتوفي في مصر. كانت أسرته عاملة إزاي؟ نشأ في أسرة قريبة من الحكم والسلطان، يعني كانت أسرة ملكية. طب الأسرة دي أثرت فيه؟ قال لك قال لك كانت أسرته قريبة من الحكم والسلطان، وكانت بتهتم بالعلم، مما بثت في روحه حب الحاجتين، حب المنصب والجاه وحب العلم. يعني هي هنا دلوقتي عشان أسرة ملكية بيحب المنصب، كانت بتهتم بالعلم، فهو حب العلم. اشتغل ايه؟ تقلد أعلى المناصب، اشتغل كاتب سر، خطيب، قاضي، سفير، ووزير. ايه هي صفات عبد الرحمن بن خلدون؟ من صفاته قوي الملاحظة، وكان بيتسم بالذكاء، وكان بيحب السفر جدا. تعال لما نشوف حياته هنا. قال لك نشأته: ولد عبد الرحمن بن خلدون في تونس عام 1332 ميلاديا، وتوفي في مصر عام 1406. استوفي علم الاجتماع على يده كل الشروط الضرورية، يعني حط شروط مهمة لعلم الاجتماع التي يجب توافرها من حيث الموضوع والمنهج والهدف. تعالى كده بقى، كلمة موضوع دي معناها محتوى الدراسة، المنهج معناها طريقة الدراسة. طيب عمل ايه تاني؟ قال لك دلوقتي عبد الرحمن بن خلدون وضع في مقدمته الشهيرة، يعني كان عامل كتاب اسمه مقدمة ابن خلدون، أسس علم العمران. ايه علم العمران ده؟ علم العمران ده اللي سمي حديثا بعلم الاجتماع، والذي نسميه اليوم بعلم الاجتماع. تمام؟ مين بقى اللي سماه علم الاجتماع؟ اللي سماه علم الاجتماع واحد اسمه اوجست كونت. ده جه بعد عبد الرحمن بن خلدون ب 500 سنة، يعني ب5 قرون. طيب قال لك ايه هي العوامل التي أثرت في فكر ابن خلدون؟ كانت أسرته قريبة من الحكم والسلطان في الوقت الذي انشغل فيه بالعلم والبحث، والذي ثبت في نفسه حب المنصب والعلم. خدم الملوك وتقلد أعلى المناصب، كان كاتب سر وقاضي وخطيب وقلت لك وسفير ووزير. قام بالسفر كثيرا، واتصل بشخصيات كثيرة. كان رجلا ذكيا، دي من صفاته، ويمتاز بالعقلية الدقيقة وقوي الملاحظة. دي كده حياة عبد الرحمن بن خلدون. ايه هي بقى أسباب نشأة علم العمران البشري عنده؟ عبد الرحمن بن خلدون قرأ كل كتب التاريخ، وبالأخص كتب التاريخ الإسلامي. بعد ما قرأها اكتشف اكتشاف غريب شوية، لقى ان فيها كثير من المغالطات والاكاذيب. عرفت ازاي؟ ما تنساش ان هو كان بيكتب اسرار الملوك، كاتب سر. طيب فلما هو لقى اخطاء في كتب التاريخ الاسلامي، قال لك انا عاوز اعالج المشكله دي. انا هعالجها ازاي؟ قال لك الحل الوحيد ان انا اعمل علم جديد، العلم ده يعالج اخطاء التاريخ الاسلامي. يبقى اي حد بيحط منهج لازم يبقى له صفات معينه. طب ايه العلم يا عم اللي هيعالج اخطاء التاريخ؟ قال لك العلم ده اسمه علم العمران البشري. فبدأ من هنا يحط علم الاجتماع، واستوفي على يده كل الشروط. حط له شروط كتير، حط له موضوع ومنهج وهدف. تعال لما نشوف الكلام ده. عبد الرحمن بن خلدون جوانب ضرورية لقيام علم العمران. قرأ التاريخ العالم الإسلامي واستعرض كتب التاريخ لمراجعتها، جمع كل كتب التاريخ وقعد يراجعها، فوجدها مليئة بالأخطاء والمغالطات والأكاذيب. وجد أن الحاجة ماسة إلى علم شامل يقوم على شرح وتعليل وتحليل الظواهر لتصحيح الوقائع التاريخية. ومن هنا ضرورة قيام علم جديد، وهو علم العمران البشري. يبقى أسباب نشأة علم العمران البشري أو علم الاجتماع حديثا إن هو كان عاوز يعالج أخطاء التاريخ الإسلامي. هنبتدي بعد كده نشوف إيه هو الموضوع، وإيه هو المنهج، وإيه هو الهدف. موضوع علم العمران البشري عند عبد الرحمن بن خلدون.
عبد الرحمن بن خلدون قال لك ان موضوع علم العمران البشري اول حاجه بيجي يقول لك ان الانسان الفرد اجتماعي بالطبع والفطره. انا ما اقدرش اعيش لوحدي ولا يمكن ان يعيش منعزل. ليه؟ لكي يشبع احتياجاته. انا ما اقدرش اعيش لوحدي في المجتمع عشان اقدر اشبع احتياجاتي من غذاء ومسكن وملبس. فعشان كده اكد على ان الانسان اجتماعي. تمام؟ طب بدل كلمه اجتماعي دي ايه رايك لو جينا قلنا ان عبد الرحمن بن خلدون اكد على التعاون؟ صح. عبد الرحمن بن خلدون اكد على اهميه دراسه المجتمع او الظواهر الاجتماعيه مثلها مثل باقي الظواهر الطبيعيه. قال لهم زي ما انتم بتهتموا بدراسه الظواهر الطبيعيه لازم تدرسوا الايه؟ المجتمع. تعالوا ما نشوف الكلام ده. اكد ان الاجتماع الانساني ضروري، فالفرد قاصر على تحقيق حاجته. تمام؟ ويرى ان المجتمع شيء طبيعي، ركز لي على دي بقى، يخضع لقوانين ثابته مثل الظواهر الطبيعيه، وبهذا تكون الظواهر الاجتماعيه اشياء تدرس كما تدرس الظواهر الطبيعيه. فهنا دلوقتي بدأ يأكد على اهميه دراسه الظواهر الاجتماعيه مثلها مثل باقي الظواهر الايه؟ الطبيعيه. بص التوضيح ده بيقول لك ايه؟ ان التعاون اساس تكوين المجتمع، ولا يبلغ الانسان ذاته واشباع حاجته الا بالاجتماع مع غيره. حيث يقول ابن خلدون في مقدمته ان قدره الواحد من البشر قاصره على تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير معروفه غير موفيه له بماده حياته منها، فلا بد من اجتماع القدر الكبير من ابناء جنسه ليحصل القوت. قال لك انا دلوقتي ما ينفعش تعيش لوحدك، لازم تجتمع انت وابناء جنسك عشان تحصل القوت اللي هو الغذاء له ولهم. وكذلك الواحد من البشر الوحده البشريه لا تقاوم قدرته قدره الواحد من الحيوانات سيما المفترسه، فهو عاجز عن مدافعتها واحده بالجمله، فلا بد من ذلك من التعاون. قال لك انت لازم برضه حتى لو في هجوم لازم يبقى في تجمع بشري، لازم يبقى في تعاون، لازم يبقى في تكوين جيش، لازم يبقى في اسس للدوله. طيب بعد كده عبد الرحمن بن خلدون اتكلم عن المنهج. ايه هو المنهج؟ يعني الطريقه. عبد الرحمن بن خلدون بدأ يقدم نصايح للباحث والعالم. فاول نصيحه بيقول لك ايه؟ على الباحث عدم قبول اي شيء الا بعد التاكد من صحته. انت كعالم بعد اذنك شايف اخطاء التاريخ اللي احنا وقعنا فيها دي، انا مش عايز اقع فيها تاني. ما تقبلش اي معلومه غير لما تتاكد من مصدرها. يعني عبد الرحمن بن خلدون هنا دعا للتسرع ولا التأني. تمام؟ قال لك يجب على الباحث عدم قبول اي شيء الا بعد التاكد منه بوضوح. تاني حاجه عبد الرحمن بن خلدون اكد عليها ايه بقى؟ اكد على الباحث اتباع منهج المقارنه بين ماضي الظاهره وحاضرها. اكد عليه كمان، اكد على اهميه الوصول للقوانين التي تفسر الظواهر. قال لك التزام الباحث بمنهج المقارنه بين الماضي الظاهره وحاضرها. قال لك ضروره التوصل للقوانين التي تحكم العمران البشري وظواهره. ضروره القيام بالملاحظه الدقيقه للظواهر الاجتماعيه. ده كده كان المنهج بتاع عبد الرحمن بن خلدون. ايه هو الهدف بتاعه بقى؟ عبد الرحمن بن خلدون عنده هدفين، اهداف علميه وعنده اهداف عمليه. عنده اهداف نظريه وعنده اهداف عمليه. الاهداف النظريه عند عبد الرحمن بن خلدون ان هو يوصل للقوانين. الاهداف العمليه اللي هي تطبيق القوانين التي تم الوصول اليها. الاهداف النظريه تتحدث في الكشف عن طبيعه الظواهر الاجتماعيه ووظيفتها والتوصل للقوانين. يبقى هنا دلوقتي قال لك اهدافه ان هو يفسر الظواهر ويوصل للقوانين، ده اهداف نظريه. الاهداف العمليه قال لك تتحدث بالاستفاده من القوانين اللي هي تطبيق القوانين التي تم التوصل اليها في تصحيح وقائع التاريخ وتعليل الحوادث. طب تعالى نشوف الامثله. الاهداف النظريه قال لك زي الكشف عن ظاهره انتقال المجتمع من البداوه الى المدينه والقوانين الحاكمه له. الاهداف العمليه تطبيق قوانين صارمه لظاهره التحرش او العنف. ده كده عندنا كان عبد الرحمن ابن خلدون. الشخصيه اللي بعد كده عندنا واحد اسمه اوغست كونت. اوغست كونت عالم اجتماع فرنسي ولد في فرنسا. كان عاوز يعمل ايه؟ اراد اصلاح المجتمع الفرنسي من حاجه اسمها الفوضى. الفوضى دي حصلت امتى؟ قال لك قبل حدوث الثوره الفرنسيه. فهو قال لك انا عاوز اعالج المجتمع من الفوضى. طب يا عم اوغست كونت انت قلقتني على فرنسا، ايه سبب الفوضى؟ قال لك ان الفوضى دي متمثله عندي في ازدواجيه الفكر،
في تناقض بين الاراء. في ناس بتتبع الاسلوب العلمي، في ناس بتتبع الاسلوب الديني. فالمجتمع عندي متقسم لاتنين، انا لازم الغي واحد من الاتنين واسيب واحد بس عشان يبقى المجتمع كله بيجمع عليه، عشان اقدر ادرس الظواهر الاجتماعيه. طب انت يا عم اوجست كونت من وجهه نظرك انهي افضل في دراسه الظواهر؟ فاوجست كونت قال لنا ان افضل حاجه عشان اقدر ادرس بيها الظواهر الاجتماعيه هو الاسلوب العلمي. فعشان كده طالب اوجست كونت بتعميم المنهج العلمي او الاسلوب العلمي لدراسه الظواهر الاجتماعيه. تعال بص كده، قال لك دلوقتي اوجست كونت رائد من علم الاجتماع الحديث. كيف اهتدى كونت الى وجوب قيام علم الاجتماع؟ عمل ايه؟ رغبته في اصلاح المجتمع الفرنسي وانقاذه من الفوضى. قال لك دلوقتي والانهيار في كل المجالات قبل الثوره الفرنسيه. تعال لما نعرف ايه هي اسباب الفوضى. قال لك تتلخص حاله الفوضى التي يراها كونت في ازدواجيه الفكر بين اسلوبين، الاسلوب العلمي الوضعي اللي هو الاجتماعي ويستخدم عند التفكير في الظواهر الطبيعيه او الكونيه، والاسلوب الفلسفي اللي هو الديني ويستخدم في التفكير في الظواهر الاجتماعيه. مثال دراسه كونت ظاهره الانتحار الذي عني منها المجتمع في الوقت الذي كان يعيش فيه، محاولا للوصول الى حلول للقضاء على هذه الظاهره. هل ينفع ندرس ظاهره الانتحار بالاسلوب الديني؟ لا، هندرسه بالاسلوب العلمي. عمل ايه كونت تاني بقى؟ قال لك دلوقتي لذلك يطالب بتعميم الاسلوب العلمي ليصبح منهج عام لجميع ظواهر الكون بما فيها الظواهر الاجتماعيه. يبقى كونت طالب بتعميم الاسلوب الايه؟ العلمي. طب تعالى لما ننزل على موضوع علم الاجتماع عند اوجست كونت والمنهج والهدف بتاعه. موضوع علم الاجتماع عند اوجست كونت قال لك اكد على اهميه دراسه الظواهر الاجتماعيه، بس عمل حاجه تاني؟ لا. المنهج بتاعه قال لك انا هعتمد على 4 حاجات. ايه هي الطرق اللي انت هتدرس بيها الظواهر؟ قال لك ال4 دي. طرق البحث، اول حاجه الملاحظه، لازم نلاحظ المجتمع. 2 هنتبع منهج اسمه منهج المقارنه. 3 منهج التاريخي. 4 التجربه. بص بقى الموضوع بتاعه، يرى كونت ان دراسه الظواهر الاجتماعيه هي موضوع علم الاجتماع. يبقى الموضوع بتاعه هو دراسه الظواهر الايه؟ الاجتماعيه. المنهج دعا الى ضروره الالتزام بعده قواعد منهجيه عند بحث الظواهر الاجتماعيه. ايه هي يا عم القواعد دي؟ قال لك زي الملاحظه، التجربه، المنهج المقارنه اللي انا اقارن بين الماضي والحاضر، والمنهج التاريخي قال لك لفهم الظواهر وتفسيرها والتوصل الى القوانين التي تحكم. ايه هو الهدف من علم الاجتماع عند اوجست كونت؟ علم الاجتماع عند اوجست كونت قال لك الهدف من عنده هو الوصول للقوانين، وقسمها لنوعين: قوانين ثابته وقوانين متغيره. قوانين الثابته سماها استاتيكا يعني جامده، وقوانين متغيره سماها ديناميكا يعني متغيره. طب المجتمع بتاعنا بيتصف بان هو مجتمع ثابت ولا متغير؟ متغير. فالمجتمع بيتصف عندنا بالديناميكيه او الديناميه. تعال بقى لما نشوف الكلام ده. قال لك الهدف بتاعه هو التوصل للقوانين التي تحكم المجتمع والتي قسمها لقسمين. قال لك قوانين الثبات او النظام اللي هي الاستاتيكا، وعندي قوانين تانية اسمها قوانين الاستقرار. تمام؟ قال لك قوانين الحركه اللي هي التغيير اللي هي الديناميكا، زي تغير المجتمعات من البداوه الى والترحال الى المدينه والاستقرار وتغير مراسم الزواج. تمام؟ قديما عن الوقت الحالي. طب انا عاوز مثال يا مستر على قوانين الثبات زي احترام الكبير، ما بيتغيرش الكلام ده. طيب بعد كده عندنا الشخصيه اللي بعد كده عندنا واحد اسمه ايميل دوركهايم. ايميل دوركهايم ده شخصيه جميله جدا. عمل ايه ايميل دوركهايم؟ ايميل دوركهايم عالم اجتماع فرنسي، ولد في فرنسا في قريه بسيطه اسمها قريه ايبينال، ثم بعد ذلك انتقل الى العاصمه باريس. ربنا فتح عليه وراح باريس. بدأ بقى ايميل دوركهايم يقارن ما بين الحياة في القرية والحياة في العاصمة. بدأ يقول لك ان حياة القرية اسمها حياة بسيطة، حياة العاصمة حياة معقدة. فهنا دلوقتي عمل نوعين من التضامن الاجتماعي: تضامن القرية وتضامن العاصمة. سمى تضامن القرية ده سماه التضامن الآلي، وتضامن العاصمة سماه تضامن عضوي. وقال لك ان القرية كان التفاعل بينها وبين أعضائها تفاعل مباشر، وكان عندهم وحدانيه المهنه، كانوا كلهم بيشتغلوا في الزراعه. تمام؟ لكن التضامن العضوي اللي هي حياه العاصمه قال لك التفاعل بين اعضائها غير مباشر، ولكن عندهم تعدد المهن او التخصص المهني.
تعال ما نشوف المقدمه بتاعته وبعد كده نخش على الموضوع والمنهج والهدف. ولد في فرنسا عام 1858 في ولايه ايبينال. قضي فيها هذا المجتمع البسيط طفولته حيث كان مجتمع محافظا تسوده علاقات اجتماعيه مباشره، ثم انتقل الى باريس حيث المجتمع متنوع ولكن لم ينسى ارتباطاته وربطه بالمجتمع القديم ولم يخرج تصوره للمجتمع عن ذلك النمطين. مجتمع الطفوله اللي هو حياه القريه، ومجتمع العاصمه او المدينه اللي هو المجتمع المعقد. جهود دوركايم في ارسال قواعد علم الاجتماع. عمل ايه عشان يرسي قواعد علم الاجتماع؟ حدد ميدان الدراسه في علم الاجتماع ومناهجه. عنية بدراسه الظواهر الاجتماعيه دراسه مستقله. فسر الظواهر الاجتماعيه بوصفها موضوع لعلم الاجتماع. يبقى هنا دلوقتي لما درس الظواهر الاجتماعيه ده بيتشابه مع مين؟ بابن خلدون. قال لك دلوقتي اكد على ضروره دراسه الظواهر الاجتماعيه كاشياء، كالعلوم الطبيعيه. ده اللي بيتشابه فيه مع ابن خلدون لما قال لك ابن خلدون اكد على اهميه دراسه الظواهر الاجتماعيه مثل الظواهر الطبيعيه. تمام؟ هو بيتشابه في الحته دي. ميز بين نوعين من التضامن الآلي اللي هي حياه القريه، والتضامن العضوي اللي هو حياه العاصمه. يتسم بضيق الاختلاف بين افرادها لا يعرفون التخصص المهني، كلهم شغالين في مهنه واحده. الاشخاص متشابهون لهم نفس المشاعر ويتسمون بنفس القيم زي الاسره، القبائل، الريف. تمام؟ اضافه يتسم سوق العمل بالبساطه والبدائيه زي كل الحرف المهنيه يعني. تمام؟ لكن التضامن العضوي تمام ماله بقى؟ قال لك الذي يكون بين سكان المدينه والذي يتميز بالتخصص المهني حيث لا تستقيم الحياه بغير التساند المهني. لازم كل واحد يبقى شغال مهنه مختلفه عشان نكمل بعض. تعال ما نشوف الاضافه ده. ينشا عن التنوع والاختلاف والتخصص وتقسيم العمل وتداخل المصالح والتعامل الاقتصادي والماليه للمجتمع والتطور والحديث. هنا تزداد الا تزداد المنافسه وتتسع وتتطور مجالات وفرص الحياه. سيبك منها. تعال بقى لما نشوف موضوع علم الاجتماع عند إيميل دوركايم. إيميل دوركايم برضو اكد على اهميه دراسه الظواهر الاجتماعيه، بس هو ما سكتش على كده، هو عرف الظاهره الاجتماعيه. قال لك ان الظاهره الاجتماعيه هو نظام اجتماعي يمارس من خلال مؤسسات زي التعليم. ده نظام اجتماعي بيتمارس من خلال مؤسسات اللي هي المدارس. ده كده كان الموضوع بتاعه. المنهج بتاعه قال لك اعتمد على 4 حاجات. قال لك اول حاجه الملاحظه، ثاني حاجه التجربه، بعد كده منهج التاريخي، وبعد كده عندي حاجه اسمها تتبع الظواهر وتطورها. الهدف بتاعه الوصول للقوانين التي تحكم المجتمع. ايه هو موضوع علم الاجتماع؟ حدد موضوع علم الاجتماع هو دراسه الظواهر الاجتماعيه. قال لك عرف الظاهره الاجتماعيه هو نظام اجتماعي يمارس من خلال مؤسساته زي النظام التربوي. ده نظام اجتماعي يمارس من خلال المدرسه. بعد كده ايه هو المنهج بتاعه؟ منهج الباحث عند البحث عند دوركايم. اكد دوركايم على ضروره دراسه الظواهر الاجتماعيه كاشياء، دي لسه قايلينها، وتحرر الباحث من كل فكره مسبقه، لازم ما يبقاش مرتبط بالاراء السابقه. استخدم الملاحظه والمقارنه وتتبع الظواهر الاجتماعيه وتفسيرها كاساليب لدراسه الظواهر الاجتماعيه. ايه هو الهدف بتاعه؟ اهداف علم الاجتماع عند دوركايم الكشف عن القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعيه بهدف حل المشكلات الاجتماعيه. يلا بقى مع بعض لما نكمل مع بعض الجزء الاخير من مناهج علم الاجتماع. ايه هو الدرس بتاع مناهج علم الاجتماع؟ مناهج علم الاجتماع عندنا ليه 3 مناهج. اول منهج اسمه المنهج التاريخي. المنهج التاريخي ده مين اللي عمله؟ بيعمل ايه؟ دوره ايه؟ منهج التاريخي ده اللي انشأه عالم عندنا اسمه عبد الرحمن بن خلدون اللي اسس علم العمران البشري. طيب عبد الرحمن بن خلدون انشأ المنهج التاريخي واسس معاه حاجه اسمها فلسفه التاريخ. المنهج التاريخي ده بيعيد بناء الماضي كسياق من الاحداث، يعني بيدرس الماضي. طب يا مستر هو اهميته ايه؟ المنهج التاريخي دلوقتي بيجي يقول لك ايه؟ ان دراسه الماضي بيفيد في فهم الحاضر، ودراسه الماضي بيساعد على التنبؤ بالمستقبل. يعني مثلا انا في عريس جاي يتقدم لبنتي، فانا هروح اسال عنه، فانا بسال عن ايه؟ عن الماضي بتاعه عشان اقدر اعرف الراجل ده كويس ولا لا دلوقتي، واقدر اعرف في المستقبل هيبقى عامل ازاي. فده المنهج التاريخي. طيب المنهج التاريخي ايه مصادره؟ عندي نوعين من المصادر، مصادر اوليه وعندي مصادر اسمها مصادر ثانويه. المصادر الاوليه الخام زي ايه؟ زي الاثار، زي المباني، زي الحفريات.
زي النقوش، زي ورق البردي، دي كلها مواد خام اوليه. المصادر الثانويه هو كل ما يشتق من المصادر الاوليه. تعال ما نشوف الكلام ده. اول حاجه المنهج التاريخي، تستخدم البحوث الاجتماعيه منهجا واحدا وهو المنهج العلمي ولكن بصور واشكال مختلفه. اول حاجه المنهج التاريخي. انزل معايا على التعريف بتاعه. قال لك دلوقتي عندنا المنهج التاريخي. عرف العالم الجليل ابن خلدون المنهج التاريخي بانه اخبار السابقين والدول والايام، وفي محتواه التحقيق والتعليل والتعريف عن الكيفيات والمسببات التي ترتبط بالواقع. ده كله سيبك منه. يعرف المنهج التاريخي في البحث العلمي على انه الطريقه او الاسلوب المستخدم في بلوغ بقى؟ قال لك في بلوغ المعارف والحقائق، وذلك عن طريق مطالعه المعلومات والبيانات التي دونت في الفترات السابقه. طيب، يعد ابن خلدون رائد المنهج التاريخي في البحث الاجتماعي ومؤسس فلسفه التاريخ. قال لك تعطي الدراسه التاريخيه عمقا لاي دراسه اجتماعيه، فالتاريخ بالنسبه لعلم الاجتماع هو ميدان الملاحظه والحوادث من الماضي، وذلك ليه بقى؟ لأن فهم الظواهر الاجتماعية في الحاضر لا يكتمل إلا بمعرفة تاريخها في الماضي وكيفية تكوينها وتطورها. قال لك والتنبؤ بالمستقبل الظاهرة لا يتم إلا بمعرفة مسارها السابق. بعد كده عندنا هي المصادر بتاعته. عندنا مصادر أولية وعندنا مصادر ثانوية. المصادر الأولية عندك دلوقتي المقصود بها المعلومات المنطوقة أو المكتوبة من قبل، زي ورق البردي اهو، تمام، دي مصادر اوليه. بص بيقول لك زي الورق البردي، تمام، او الوثائق او الاثار كالمعابد والمقابر، او الحفريات كبقايا الكائنات الحيه القديمه، تمام، او الكتب والشهادات والسجلات، تمام، شفهيه او مكتوبه او شخصيه او رسميه او مصوره زي السيره الذاتيه بتاعت الناس زمان، دي مصادر اوليه. بعد كده عندنا المصادر الثانويه، هو ما يشتق او ينقل من المصادر الاوليه. طب مين اكثر دقه يا مستر، المصادر الاوليه ولا المصادر الثانويه؟ المصادر الاوليه. بعد كده عندنا منهج اسمه منهج المسح الاجتماعي. ايه هو منهج المسح الاجتماعي ده؟ قال لك هو الدراسه العلميه للظاهره الاجتماعيه لجماعه معينه في مجتمع معين وينصب على الوقت الحالي. طيب مين اللي بيستخدم المسح الاجتماعي؟ اللي بيستخدم المسح الاجتماعي عندنا زي وزاره الاسكان، وزاره مثلا وليكن وزاره الصحه، وزاره التربيه والتعليم، اي حاجه فيها حصر. طيب تعالى ما نشوف الكلام ده. قال لك الدراسه العلميه للظواهر الموجوده في جماعه معينه في مكان معين. طب انزل معايا كده عندنا. قال لك توقيته، قال لك ينصب على الوقت الحاضر حيث يتناول اشياء موجوده في الحاضر وليس ماضي. طيب ايه الهدف بتاعها؟ الكشف عن الاوضاع القائمه للنهوض بها، بيكشف عن اوضاع المجتمع. قائم على ايه؟ قائم على دراسه عينات مختاره تمثل افراد المجتمع. طيب مثال قال لك دراسه خصائص الاسكان زي النوع والسن ومستوى التعليم والحاله الاقتصاديه، دي كلها احصائيات، تمام. حجم الاسره، نسبه الذكور في المجتمع، معدل الطلاق قد ايه، دي كلها احصائيات. طيب جهات تستخدمه، مين الناس اللي بتستخدم المسح الاجتماعي؟ وزاره التخطيط، وزاره الاحصاء والاسكان، وزاره الاقتصاد، وزاره الزراعه، وزاره الصناعه، الاحزاب السياسيه، عشان اعرف عدد الناس اللي انتخبت المرشح المعين ده. بعد كده هنخش على ايه هي التصنيفات للمسوح الاجتماعي. عندنا وفقا لمجال البحث، وفقا لمدى التعمق. وفقا لمجال البحث عندنا مسح عام، وده اللي بيهتم بدراسه المجتمع باكمله. وعندنا مسح خاص، ده اللي بيهتم بدراسه قطاع معين من المجتمع. وفقا لمدى التعمق عندنا مسح اسمه مسح وصفي ومسح تحليلي. المسح الوصفي ده اللي بيهتم بوصف الظاهره فقط. التحليلي ده اللي بيهتم بالبحث عن اسباب حدوث الظاهره. تعال بقى لما نشوف المسح العام. قال لك هو المسح الذي يجري على المجتمع باكمله، وهو الذي يدرس المجتمع من جوانب عديده، كحصر طبيعه الطبيعه التركيبيه للسكان مثلا، زي حصر تعداد السكان والحصر العقاري وحصر الاراضي وحصر عدد الذكور والاناث في مصر. ده كله اسمه مسح عام. ايه هو بقى المسح الخاص؟ وهو المسح الذي يجري على قطاع معين في المجتمع زي التعليم، زي حصر عدد الطلاب في الثانويه العامه بس، لكن حصر عدد الطلاب في وزاره التربيه والتعليم ده مسح عام. طيب عندنا وفقا لمجال التعمق، تمام. قال لك عندنا مسح وصفي، ده اللي بيهتم بوصف الظاهره، زي لما اجي اقول لك مثلا ارتفاع نسبه العنوسه، ده كده وصف. هل قلت الاسباب؟ لا،
طب لما اجي اتكلم عن الاسباب ده اسمه مسح ايه؟ تفسيري تحليلي. قال لك زي المسح التفسيري التحليلي ده اللي بيهتم بمعرفه اسباب حدوث الظاهره، زي زياده تكاليف الزواج يعتبر سببا في تاخر سن الزواج، ده كده بقول الاسباب. بعد كده عندنا اخر منهج، عندنا منهج اسمه منهج دراسه الحاله. منهج دراسه الحاله ده الدراسه العلميه للظاهره الاجتماعيه والتي يقوم على دراسه فرد او مجموعه من الافراد. زي مثلا عاوز ادرس الشخص وليكن اللي بيعاني من الانطواء او التوحد، او الشخص مثلا اللي قتل حد، فانا بدرس سبب القتل ايه. فهنا دلوقتي معنى كده ان انا في دراسه الحاله ان انا بدرس فرد وليس مجتمع. قال لك منهج دراسه الحاله بيقوم على اساس التعمق وعدم الاكتفاء بالوصف الخارجي. طب بيعمل ايه تاني يا مستر؟ قال لك دلوقتي العينه، بيدرس عينه صغيره جدا قد تكون فرد او مجموعه محدده من الافراد، هدفها تحديد العوامل المؤثره في الظاهره المراد بحثها. متى يستخدم؟ عندما نعجز عن استخدام باقي المناهج الاخرى. طيب ايه هي بقى الشروط او ايه هي الطرق الاستخدام؟ قال لك دلوقتي ادوات البحث اللازمه لجمع المعلومات عند استخدام منهج دراسه الحاله. اول حاجه لازم اعمل ملاحظه، تاني حاجه مقابله شخصيه للحاله اللي انا هدرسها، بعد كده برجع للسجلات الرسميه اذا كان مثلا انا رايح اشوف سجين او رايح اشوف واحد في مصحه نفسيه، فانا هنا دلوقتي لازم اشوف السجلات الرسميه. بعد كده ببتدي ان انا اعمل حاجه اسمها مذكرات شخصيه، وبعد كده تقارير الاطباء. من اسهل الدروس اللي ممكن تدرسها هي دروس منهج او مناهج علم الاجتماع. الدرس ده جميل جدا جدا جدا، بس بيجي عليه اسئله كتير ولازم تركز فيه وركز في كل كلمه بتيجي عليه. انا دلوقتي كده خلصت معاك مراجعه شهر اكتوبر في علم الاجتماع كله. كان معكم مستر احمد الشاذلي، اشوفكم على خير، سلام.